السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جبت لكم طريقه تصليح يد الشرشوبه اللي معذبانا واللي كتير من الناس سالونا عنها. هنعملها النهارده ان شاء الله مع بعض. معانا الادوات اللي هنستخدمها دلوقتي: المفك والشاكوش والصافه، ومعانا زيت اللي هو زيت الكهرباء. اول حاجه معانا بنبداها بنفك راس الشرشوبه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. كده احنا فكينا الايد بتاعت الشرشوبة الراس. معانا هنا زيت الكهرباء اللي هنستخدمه معانا، ما ينفعش الزيت يكون زيت اكل. معانا هنا الوصلة ديت من الماسورة اللي هي بتدخل جوه تكبس. وهنا القفل بتاع يد الشرشوبة، ان طبعا لو مش موجود عندك او مكسور كده الايد هتبقى مفوتة. هو اللي ماسك الشرشوبة دي من الوصلة دي للوصلة دي. بعد كده بنبدأ نفك الوصلة التانية اهي من الناحية التانية من فوق. فكيناها كده اهو. هنا كده المفروض من فوق كده الصامولة اللي بتسد السوستة اللي عند القفل اللي صدى من الناحية التانية، المفروض بنفتحها او نقفلها لتحت. اللي هي لو القفل ده مفتوح لفوق كده بتطلع اليد معانا بالشكل ده تنكسر. طبعا القفل ده واحنا منزلونه تحت كده بيفتح يد الشرشوبة معانا. زي ما انتم شايفين العمود اللي جوه الحديد ده اللي هو ملولو، هو ده اللي بيتحكم معانا في لف الشرشوبة، هو اللي بيخليها تلف معانا او ان هي تعطل. احنا هنا فتحناه اهوت، ودلوقتي هنشوف المشكلة فيه من ايه. طبعا من فوق من هنا الصامولة البلاستيكة السوداء اللي انتوا شايفينها دي لو مش موجودة معانا كده العمود مش هيلاقي حاجة يصد فيها. لو اتخلعت منك ممكن تلاقيها مخلوعة في الوصلة اللي فوق عادي وتركبها. تعالى هنا لان البلاستيكة البيضة المتحكمة من تحت لو من مشكلة عندك من هنا. الماسورة الصامولة البيضة اللي انتوا شايفينها ديت المتحكمة في السيخ بتاع الشرشوبة اللي بيخلي اليد الشرشوبة من تحت هي تلف. احنا هنا بنبدأ نخلعها لبره، نفكها لبره. هي صعبة شوية بس ممكن تفكها بمفك او تضغط عليها ببنزة او اي حاجة هتطلع معاك. ده لو المشكلة في الشرشوبة في اليد من هنا من الناحية دي. بنطلع الحتة دي كده. بعد ما بنفك الجلدة البيضة اللي انتوا شايفينها المفروض ان في بلاستيكة جوه هي المتحكمة في ان الماسورة بتاعتنا تلف. لو احنا لقيناها سايبة من الجلدة البيضة اللي انتوا شايفينها ديت بنبدأ نطلعها ونثبتها تاني علشان الايد بتاعتنا تلاقي ضغط واحنا بنضغط عليها. نبدأ نثبتها معانا بمسمار وندق عليها كده زي ما انتوا شايفين عشان تثبت معانا، عشان العمود بتاعنا يلاقي ضغط واحنا بنكبس الشرشوبة لتحت كده وتلف معانا. ده لو انت ضغطتي على الشرشوبة لتحت ووقفت معاكي الايد ما لفتش معاكي او ما اتحركتش. لازم تصد السيخ ده زي ما انتوا شايفين كده، لازم أن يصد في اليد من تحت زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. لو هي ما بتصدش معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هنضطر بقى نفك الجلدة البيضة اللي احنا قلنا عليها ديت ونطلعها ونثبتها بالمسامير. هنا بقى في الناحية التانية في الحتة الزرقاء اللي بتبقى في النص دي، المسافة اللي انتوا شايفينها ما بين الجلدة دي للجلدة ديت هي دي المتحكمة في اللف معانا والضغط معانا. بنبدأ نطلعها لتحت كده. السوستة اللي احنا فكيناها دي موجودة هنا عشان لما بنيجي نضغط هي بتصد في الجلدة البلاستيك اللي هي من تحت ايدينا ديت. فهي دي بتقابل ديت فبتصد في بعض. فدي احنا كنا خلعناها عشان نوريها لكم. بعد كده بنضغطها لتحت تاني
كده لحد ما تسمع تكة كده، يبقى هي ثبتت في مكانها. هوريها لكم تاني. يا كده احنا مطلعينها، هنضغط عليها كده لتحت لحد ما تسمع التكة، يبقى هي كده ايه ثبتت معانا. دي مع الصامولة دي مع الجلدة اللي تحت، لما بنيجي نضغط المفروض ان هي ديت اللي تحت بتصد فيها. يبقى احنا كده ما عندناش مشكلة في اليد من فوق. المشكلة معانا هنا في الجلدة اللي تحت المتحكمة في حركة يد الشرشوبة من تحت. زي ما قلت لكم في الاول هنعملها نطلعها، وبعد ما بنفكها بنثبت الجلدة اللي جوه، ونحاول نثبتها بمسمار معانا كده عشان تثبت معانا من جوه. يا ريت تتابعوا معانا الفيديو خطوة بخطوة عشان اللي عندها مشكلة في يد الشرشوبة بتاعتها تصلحها زي ما احنا عملنا كده. تعالى هنا هنبدأ نزيت السيخ بتاعنا، ومكان البلاستيكة الزرقاء البيضة اللي انتوا شايفينها دي بالزيت بتاعنا. طبعا ده زيت كهرباء اللي احنا استخدمناه، زيت كهرباء، ما ينفعش اي زيت تاني او تستعملي الزيت بتاع الاكل، ده زيت كهرباء اهو. لازم نزيت السيخ بتاعنا كله زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي، عشان لو في صدى او في اي حاجة. ونزيت السيخ بتاعنا كويس زي ما شفتوا بالشكل ده. كده بيلف معانا اهو بعد ما زيتناه. وبنبدأ ندخله اهو بعد ما نزيت، دخلناه للاخر جوه اهو. الايد كلها دخلت ودخل بسهولة معانا. لو لسه بتشاهد الفيديو لحد هنا يا ريت تعمل لايك للفيديو، وتقول لنا ايه المشكلة بتاعتك في الشرشوب. احنا هنا بقى بنجرب نفتح ونقفل اليد، وده طبعا القفل بتاعها زي ما قلنا لازم يكون مقفول عشان الايد ما تفكش من بعضها وانتي بتستخدمي الشرشوبة او بتمسحي بيها، ما تلاقيش اليد طلعت معاكي. لازم تكون مقفولة بالشكل ده. كل ما يتفتح القفل شوية بتلاقي اليد اتفكت معاكي شوية. كده طبعا اليد كانت تقيلة معانا، بدأنا نفكها شوية عشان تفتح وتقفل معاكي وتلف بسهولة، ما تبقاش ان هي جامدة. يعني ممكن تتحكمي فيها بايدك. لو اليد جامدة معاكي ممكن بتهوي القفل ده شوية زي ما انتوا شايفين كده. هو بيحاول يخليها فكة شوية، ما تبقاش ان هي الضغط بتاعتها جامدة. هنا بدأ يجربها اهو، وبيضغط عليها زي كأنك بتستعمليها بالظبط كده. اليد مبقاش فيها اي مشكلة. المشكلة كلها كانت في البلاستيكة البيضة اللي تحت معانا. وطبعا زيتنا وعملنا كل حاجة بزيت الكهرباء بعد ما كبسنا عليها بالمسمار وثبتناه. طبعا الحركة ديت بتاعت السوستة اللي قلتلكم عليها، اللي لازم تصد في البلاستيكة البيضة عشان يكبسوا على بعض. هنا البلاستيكة السوداء اللي انتوا شايفينها دي لو هي موجودة معانا يبقى تمام، اليد من فوق مفيهاش مشكلة. لو هي مش موجودة يبقى هي اتخلعت من يد من فوق، لازم نطلعها ونثبتها مكانها تاني، نضغط عليها بمسمار زي ما انتوا شايفين كده عشان نحل المشكلة بتاعتها. ده لو البلاستيكة السوداء دي مش موجودة مكانها.
هنا كانت تعور. حطوا لايك عشان خاطر التعويرة دي. وهنا ثبتها. طبعا الماسورة دي على قد الماسورة ديت اللي بتدخل فيها. طبعا القطعة دي قد القطعة ديت بالظبط، اللي هي اساسا مسؤولة عن الحركة بتاعة الدواير اللي بتخلي يد الشرشوبة تلف معانا. لو الجلدة البلاستيكة دي مش موجودة وسايبة فوق، العمود هيطلع معانا لاخر اليد من فوق ومش هتلف معانا. طبعا اللي جوه دي الصامولة اللي هي جوه ديت طبعا لازم تكون موجودة معانا، ما تكونش سايبة عشان اليد ما تطلعش معانا لحد فوق. لازم تكون ثابتة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان الجنب التاني يكون صادد فيه. بنثبتها برضو معانا، لو هي سايبة بنثبتها برضو بالمسمار. بنحط المسمار بالشكل ده على الخرم اللي موجود في اليد ونبدأ نضغط عليه شوية. احنا هنا ثبتناها. لو احنا هنا لقينا الحتة السوداء دي مش موجودة معانا، بنضطر نفك اليد من فوق ونطلعها عشان نركبها مكانها تاني. ونربط بقى ايه بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده. بنربط جامد وكده بتكون اليد اتوصلت معانا. المهم نربطها جامد ونضغط عليها. نقفل بقى الزيت بتاعنا. هنستخدمه تاني واحنا بنربط راس الشرشوبة. لو هي جامدة معاكي شوية او فيها صدى من المسامير او اي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده هنا يد الشرشوبة اللي هي بتاعة الراس جامدة معانا شوية. هنبدأ ننزل بالزيت شوية على المسمار من هنا ومن هنا، زيت الكهرباء عشان تلف معانا بسهولة. احنا هنا حطينا الزيت عليها. بنزيت اليد بتاعت الراس من كل حتة عشان لو فيها صدى او تآكل ولا اي حاجة تلف بالشكل السهل ده. زي ما انتوا شايفين كده هي كانت جامدة معانا شوية، بعد ما زيتناها لفت معانا بكل سهولة. نبدأ نحرك فيها كده لفوق لتحت عشان تشتغل معانا بسرعة. كده اشتغلت معانا بكل سهولة وربطناها. هنبدأ بقى نجربها ونلف معانا. نجرب بقى الشرشوبة معانا واليد بتاعتنا. طبعا احنا هنا بلينا الشرشوبة بتاعتنا عشان نجربها كويس قدامكم. واليد معانا اشتغلت اهي وبتلف بكل سهولة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتقدروا تستفيدوا منه. ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك للفيديو، تعملوا اشتراك للقناة، بتدونا رأيكم في كومنت. وده الشكل النهائي بعد ما خلصنا يد الشرشوب. يا ريت اللي شاف الفيديو لحد هنا منساش يعمل لنا لايك تقديرا للفيديو واشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد، وان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم.